الجيران شموا ريحه غريبه جايه من الشقه، ريحه خنقه غريبه جدا، ريحه كمكمه او جثه متحلله. واحده من الجيران قالت خبطت على الباب محدش رد، بس ده شيء متوقع عشان كده كده كان نيازي ما بيردش على حد. نزلوا للبواب، الراجل حاول يتصل بيه من تليفون العماره بس محدش رد. الساعة عدت 4 العصر والريحة بقت زيادة، ناس مش عارفة تقعد في بيتها. وقتها اتصلوا بالشرطة. أول ما الضباط وصلوا كسروا الباب، لقوا مشهد مرعب، مشهد عمرك ما هتتخيله. مصر كلها لحد دلوقتي مش قادرة تنساه. الصدمة ضربت الكل. نيازي مصطفى واقع على الأرض، ايديه ورجليه مربوطين بحبل ورقبته ملفوفة بحبل كأنه مشنوق أو منتحر. بس الغرابة مش هنا، الغريب ان الشقة كلها كانت مترتبة، العفش مكانه، مفيش كسر في الباب، مفيش اي حاجة مسروقة. يعني القاتل دخل عشان يعمل حاجة واحدة بس، يقتل ويختفي. ضابط من اللي كانوا في المكان قال دي مش جريمة عادية، ده شغل ناس فاهمة هي بتعمل ايه كويس.